في إنجاز تاريخي غير مسبوق، توج نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في إياب النهائي الذي احتضنه ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة. وافتتح بيراميدز باب التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق فيستون مايلي، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 56 من تمريرة حاسمة قدمها الدولي المغربي محمد الشيبي، الذي بصم على أداء مميز سواء دفاعياً أو هجومياً، مؤكداً مرة أخرى قيمته الفنية العالية. الفريق الجنوب إفريقي قلص الفارق في الدقيقة 75، إلا أن دفاع بيراميدز ظل صامداً حتى صافرة النهاية، ليتوج الفريق المصري بلقبه القاري الأول بمجموع 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وشهدت المباراة أيضاً مشاركة النجم المغربي وليد الكورتي، الذي لعب اللقاء كاملاً وقدم أداءً لافتاً في وسط الميدان، مساهماً في توازن الفريق ودعمه للخط الأمامي. هذا التتويج يعد ثمرة عمل جماعي متكامل تألق فيه نجوم بيراميدز، وعلى رأسهم الثنائي المغربي الشيبي والكورتي، اللذان أظهرا مجدداً الحضور القوي للاعب المغربي في كبرى المنافسات القارية.